جمعتكم مباركة وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. قضية الشيخ صادق أبو شعر، قضيتين الآن في الساحة اليمنية. قضية الطفلة جنات الذي يرفض الحوثيون أن ينصفوا هذه الطفلة المغتصبة من أحمد نجاد لأنه حوثي، والقضية الثانية الذي حصلت مؤخرا هي قضية اغتيالهم للشيخ صادق أبو شعر. الحوثيون رفضوا أن يسلموا الجاني علوي الأمير للقضاء. قبل يومين جاء الشيخ ضيف الله رسام، شيخ مشايخ التلاحم القبلي في اليمن، بتحكيم، وجاب لهم البندق على أساس أنه يعطوهم مهلة لأمس يسلموا القاتل الذي هو علوي الأمير. وأمس جاء الشيخ ضيف الله رسام أخذ البندق حقه واعتذر بأنه لم يحصل، ما رضيوش الحوثي يتجاوبوا معاه وما رضيوش، قالوا ما بيسلموش. اليوم خرجت الضقوم وقلعت الخيام الاعتصام حق أصحاب أب وطردوهم من ميدان السبعين. يعني أعتقد أتذكر أنا في 2011 تم اعتقال واحد من مشايخ أب. أش صلحوا؟ ركزوا برميل وقطعوا الطريق في يريم، قطعوا الطريق في يريم على الساير والجاي، واستحمت السيارات لا ما وصل داخل صنعاء، لما نزل عبد الكريم الأرياني وفك المشكلة وخرجوا هذاك الشيخ. اعتقلوا الشيخ اعتقال لأنه كان مشارك في 2011 وكان له أيضا يعني أخطاء. اليوم يا أصحاب أب تقدروا تقطعوا الطريق؟ هل تستطيعوا أن تقطعوا الطريق من أجل دم الشيخ صادق أبو شعر، ولا خلاص بعتوا دم الشهيد حمدي المكحل، وبعتوا دم الشهيد ختام العشاري، وبعتوا دم 4 من أصحاب أب الذي قتلوهم؟ يعني في عدة قضايا أنتم أسرفتوا وبعتوا قرية المشاعبة وبعتوا أصحابكم. شوفوا كيف، شوف الذي يبيع صاحبه للمتورد السلالي إيش تكون نهايته. أنا عندي لكم حلين يا أصحاب أب باختصار، اخرجوا روحوا تصرتوا عندما تعتصموا. هذول مش دولة، هذول ما يجوا بالقوة. اقطعوا الطريق، انزلوا اقطعوا الطريق حتى يعني يسلموا الجاني. أو الحل الثاني في أب من قال أبو هبو والماوري في محافظة أب بالذات، ملان مسؤولين من أصحاب الآل من السلالة القذرة المتوردة الذي جاءت تهين المواطن اليمني. مليان بيت الأمير في أب مليان مسؤولين، بيت الأمير يحيى القاسمي غيره. يا أخي 2-3 منهم دخلتوهم الصبل وفاوضوا، قلوا للحوثي سلموا غريمنا وحكم إعداء ونسلموا أصحابكم. بقوا رجال مرة واحدة في تاريخكم يا مشايخ أب ومسؤولين أب، عبد الواحد صلاح والوكلاء والمشايخ حق محافظة أب. مش هو دم السيد دم ودم القبيلي مرق؟ لا، ما قالوا شن كذا. الانتهاكات زادت في محافظة أب. ولا دورتوا لكم واحد في محافظة أب زي العي ياخذ حق الشيخ صادق أبو شعر؟ ولا ما عاد قدرتوا يا مشايخ وقد انتوا خلاص حكم الله على رؤوسكم؟ يا أخي فلتوا النسوة، أقسم بالله العظيم يا في محافظة أب إنهن بطلات، والله لا ياخذن حقه محدش، حق الشيخ محدش. فكوا النسوان، لا بقيتوا رجال ولا خليتوا الرجال تترجل، زدتوا كنتوا تبلغوا كل واحد يبلغ على صاحبه. من الذي احتفلوا بثورة 26 سبتمبر كل واحد يبلغ على الثاني، ولا خليتوا النسوان قد وقتهن. والله العظيم وانتوا وقتكم تدخلوا المطابخ وين وقتهن؟ النسوان بطلات في زمن انتهت فيها الرجولة للأسف الشديد. إما تكونوا أو لا تكونوا يا أصحاب محافظة أب. إذا ضاع دم الشهيد الغدر الشيخ صادق أبو شعر وراح دم هذا، خلاص انتهيتوا نهائيا، ضعتوا ضيعتوا تاريخكم، ضيعتوا تاريخ آبائكم وأجدادكم، ضيعتوا كل حاجة. تحياتي.